السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشيني. من قناتي بي النهارده جبت لكم طريقة سهلة وسريعة للبطاطس، بطاطس الشرايح بالطماطم، الشرايح بالفراخ بالفرن. طبعا كل الناس تعرف تعمل بطاطس في الفرن بالفراخ، بس طبعا كل واحد وليه طريقة. انا نقلت لكم كده طريقة سهلة، ويا رب تعجبكم ويا رب تبقى جميلة كده وتنال اعجابكم. يلا بينا عشان اقول لكم الطريقه دي. بس ما تنسوش قبل ما نبدا تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي بيتي. اول حاجه هنعملها، هنجيب بطاطسيتين حجمهم كبير او 3 بطاطسات وسط، هنقطعهم شرايح بالشكل ده. وهنجيب برضو نفس النظام 3 طماطمات كبار، 3 حبات طماطم كده كبار، هقطعهم برضو شرايح بالشكل ده. وعندي هنا صدرين فرخه ورك، يعني 3/4 فرخه. طبعا انتوا فاهمين دي على حسب الرغبه، اللي يحب الورك اللي يحب الصدر براحتكم. انا طبعا قطعت الورك على جزئين، والصدر برضو كل صدر على حتتين كده قطعتهم. وجبت بصلتين كده شرايح برضو نفس النظام قطعتهم. ومعانا شويه عصير طماطم صغيرين، ومعانا حبه بابريكا وحبه ملح وحبه فلفل اسود، وحبه ريحان لو متوفر هيدي الفراخ طعم جميل قوي. ومعلقه زبده او سمنه، ومعلقه بصل بودر وتوم بودر. يلا بينا نبدا ونقول الطريقه ازاي. بسم الله. اول حاجه هنجيب بوله او صينيه نحط فيها شرايح البطاطس، وهنحط عليها شويه ملح كده، وحبة فلفل اسود، وحبة البابريكا، وحبة بودرة البصل وبودرة الثوم، وطبعا شوية ريحان قلنا اذا متوافر بس. ونقلب الكلام ده كله كده في بعضه. ندلك كده بطاطس بالتوابل بتاعتنا، ونفس التوابل دي برضو هنحطها على البصل ونحطها على الطماطم. ويلا بينا نعمل صينية البطاطس. بعد كده هنجيب صينية البطاطس كده، ونروح حاطين صينية اللي هنعمل فيها، نروح حاطين نص كمية البصل من تحت، ونروح نحطه فيه كده طماطم شرايح لحد ما نملى الصينية بالشكل ده اهو، كده كده اهو، تمام. وبعد كده هنجيب شرايح البطاطس نبدأ نحط كده شريحة شريحة لحد ما نملى الصينية بتاعتنا بالشكل ده. بالشكل ده اهو، لحد ما نملى الصينية بتاعتنا. نقفلها تماما كده من فوق. بعد كده نبدأ نحط باقي شرايح البصل اللي عندنا وباقي الطماطم بالشكل ده، بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نرص عليها الفراخ من فوق. طبعا زي ما قلنا الخطوة بتاعت التوابل هنعملها في كل حاجة لوحدها. هنعمل في البصل، نجيب الشرايح البصل نتبلها بالملح والفلفل والكمون وبودرة البصل وبودرة الثوم، كل التوابل اللي عندنا والريحان. ونفس النظام الفراخ، ونفس النظام الطماطم، شرايح الطماطم والبطاطس وكله. بعد كده نبدأ نرص كده، مش هتاخد معانا وقت، وفي 5 دقايق اهو خلصنا رص الصينيه. وهنحط عليها معلقه زبده من فوق كده. انا طبعا في اللي بيحب يعملها كده من غير ما احط اي دهون، لان الفراخ بتنزل دهون، بس انا بحب احط كده معلقه على الماشي. ولو عندنا عصير طماطم ممكن حبه كده على الوش عشان الفراخ تطلع جميله زي ما انا كده مجهزاها اهو. حبه كده بس صغيرين مش كتير، بس كده. ونحطها على الفرن. ويلا بينا بعد ما تطلع من الفرن اوريكم طلعت ازاي.
اهو بعد ما طلعناها من الفرن ده الشكل النهائي للفراخ. احلى صينيه بطاطس بالفراخ بالف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تدعموني في القناه باللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد من قناتي بيتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.